السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبايب قلبي؟ اليوم هنعمل مع بعض القطايف. أوريكم وصفة إن شاء الله هتكون ناجحة معاكم. عبارة عن إيش؟ كوبين دقيق تكون منخولة، 1 كوب نخلناه، شايفين حطيته هنا نخلته. دحين هحط الكوب الثاني وانخله. وهنا عندنا ملعقة 3/4 كله بهذه الملعقة الوسط، 3/4 خميرة. وهنا عندنا شايفين فنجان القهوة سميد. وهنا عندنا يعني نصها ملح. وهنا عندنا بنفس هذه الملعقة نشا. وهنا عندنا بنفس هذه الملعقة حليب. وعندنا الملح قلنا يعني تقريبا كده 3/4. شوفوا يا بنات، حطينا كل المكونات. شايفين الربع؟ خلاص دحين هحط الربع معاهم واخلط. حطينا الكوبين وباقي الربع ونخلط كل المكونات. شوفوا يا بنات، بعد ما كشفناها بعد نص ساعة، شايفين كيف طلعت رغاوي؟ شايفين سمكها؟ خلاص هي كده اختمرت معانا مضبوط. دحين اعبيها وابدا اصبها. شوفوا يا بنات، هنا عندنا 3 حشوات. هنا عندنا مكسرات حطينا معاها شوية سكر. خليني انا احطها بالمكسرات، خلينا مكسرات لحالها. وهنا مكسرات حطينا معاها قشطة جيمر. وهنا عندنا جبنة موزاريلا او جبنة عكاوي على كيفك. وهنعمل كمان عصافير هنحشيها بالقشطة. جال معانا، شايفين؟ هنجيبها بمنشفة نحطها. شايفين لونها؟ هذا اللون اللي احنا نبغاه، يعني عشان وقت التحمير ما تنشف معانا. شايفين كيف طراوتها؟ شايفين كيف طرية؟ لما نطبقها شوفوا كيف اهي بتمسك. شايفين؟ خلاص انا على طول اغطيها عشان لا تنشف عليا. خلاص يلا اخلص الكمية ونشوف باقي نشوف بعدين كيف هنحشيها. نشوف يا بنات، هذه ما شاء الله كميتنا الكاستين الدقيق. شايفين طلعت لنا كمية حلوة؟ شايفين اللون؟ شايفين من هنا كيف؟ لازم تطلع كده. لو ما طلعت لك هذه الفقاقيع معناته انت القطايف حقتك ما هي ناجحة. لازم تكون كده. شوفوا كيف الطراوة؟ شايفين؟ من يوم ما هذه هتلصق على طول. شايفين اللون؟ شايفين؟ طرية جدا. شايفين كيف؟ شايفين؟ تروح وتيجي معاك على كيف؟ جدا طرية. شايفينها كيف؟ لازم تطلع مخرمة كده. يلا دحين ابدأ احط مكونات الحشوات حقتنا ونشوف كيف هنقليها. شوف يا بنات، هنحشي هذه القرفة. شايفين كيف؟ بالملعقة الوسط هنحط الكمية اللي نبغاها، شوية بس من الحشو وبعد كده نقفل. شايفين كيف السلاسة؟ تضغطي عليها، نضغط عليها. شايفين؟ بالكل يعني تضغطي عليها. شايفين كيف؟ اتقطعت، ما صار لها اي شيء. حقت السوق احيانا بنجيبها بس نقفلها كده نلاقيها اتفشخت لنا من هنا. انت تعمليها في البيت هتكون طازه وجديده احسن من تجيبيها من السوق تتفتح عليكي. شايفين كيف؟ ما شاء الله تبارك الله الطراوه حقتها. خلاص شوفوا قاعدين بنحشي ولازم تتغطى عشان لا تنشف عليكي. لازم تغطيها من يوم ما تحشي تغطيها على طول. شوفوا يا بنات، هنعمل زي كده. شايفين؟ هندخل اصبعنا للنص وبعد كده نقفل عليه عشان ناخد المقاس. شايفين؟ خلاص نقفل، هيجينا كده فاضي. هذه الشكل ده يا اما تعمليها صغيره كده وتحشيها قشطه وتخليها نيه زي كده. في ناس يحبوها كده يعني صغيره ويحشوها قشطه وفستق وبالعافيه عليهم. وكمان احنا هنحشيها برضو نوتيلا، يعني ممكن تخليها كده مفتوحة وتحشيها الحشوة اللي انت تبغيها، نوتيلا، لوتيس، الحشوة قشطة زي ما تحبي. شوفوا يا بنات، هنبدأ نقلب فيها كده لما تاخد لون وتصير زي كده. شايفين؟ بعد كده هنديرها على طول على شيرة ثقيلة. طبعا شيرة الحلويات معروفة ثقيلة. طيب يلا شوفوا كيف بدأت تاخد لون.
شوفوا يا بنات، خلصت معانا قطايفنا. شوفوا انا احبها مقلية كمان، شايفين انا يعني قليتها واحبها بالقشطة ومقلية، وهذه عاملينها اللي هي العصافير اللي هي ايش ما هي مقلية. فانت براحتك تقليها تخليها كده. شايفين كل انواع الحلو اللي محشية، شايفين بالنوتيلا. عملنا كم نوع؟ 1 2 3 4 5 انواع بالحلو. وهنا عندنا المالح، شايفين حطينا معاه دبسة الرمان، حطينا معاه فلفل حار، تغمسي فيها وتاكلي اللي محشية كل انواع المالح. رشينا عليها زعتر، ترشي عليها ريجانو. شايفين ما شاء الله تبارك الله، قطايفنا تجنن. ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها باي حشوة من الحشوات هذه. اسمحوا لي ادوق دي. مكسرات تجنن ما شاء الله. العافية علينا وعليكم.